لو سألتك تعرف ايه عن كوينتين تارانتينو او ازاي تعرف ان الفيلم ده اخراج كوينتين تارانتينو، هتقولي حاجة من الاتنين: يا اما مشاهد الدم الكتيرة جدا الاوفر، يا اما مشاهد الرجلين، يا منحرف يا موكوس. لكن اللي انت ما تعرفوش عن كوينتين تارانتينو هتعرفه في الفيديو ده. انا محمود النجار، وهاخدك ازاي تعرف كوينتين تارانتينو بيكتب المشاهد بتاعته او ازاي بيعمل الافلام بتاعته. سميته كوينتين على اسم بطل في فيلم اسمه جان سموك سنة 1962. يعني الراجل ده اساسا من وهو لسه عيل صغير، من وهو لسه مولود وهو معجون بالافلام، وتأثر بيها بشكل كبير جدا، وكان بيعملها وبيطبق حاجات بتتأثر بيها في الافلام بتاعته. كوينتين تارانتينو يعتبر صانع افلام، يعني مش بس مخرج. وايه الفرق ما بين صانع الفيلم والمخرج؟ ان صانع الفيلم ده هو اللي بيبقى كاتب الفيلم اصلا وهو اللي بيخرجه. يعني الرؤية بتاعت كوينتين تارانتينو مش مقسومة على اتنين، اللي بيكتبوا زي ما بيشوفوا بيخرجوا. لكن اللي بيميز كوينتين تارانتينو عن اي كاتب او اي مخرج ان هو ازاي بيكتب المشاهد بتاعته. بيكتب المشاهد عن طريق ان هو بيدخل الفيور او المشاهد في وسط الاحداث من بس كونفرزيشن، حتى لو كانت الكونفرزيشن دي او المحادثه دي الاتنين قاعدين في مطعم بيتكلموا كلام عادي جدا، لكن هو بيهوك المشاهد من اول ثانيه. زي مثلا المشهد اللي كان في فيلم بالب فيكشن وهم كانوا قاعدين في مجرد مطعم عادي جدا. Forget it. It's too risky. I'm through doing that shit. You always say that, the same thing every time. لو خدت بالك ان اول كلمه اتقالت هي forget it, it's too risky، يعني فكك، الموضوع خطير، الموضوع فيه ريسك. بيخلي المشاهد يحس ان في حاجه خطيره هتحصل بس من اول كام كلمه. فانت قاعد دايما متوقع ان هيحصل حاجه لكن مش عارف ايه هي، فبتسمع للمحادثه باهتمام. ودايما كوينتين تارانتينو في كونفليكت ما بين الشخصيات في المشاهد بتاعته، والكونفليكت ده يعني الصراع، واي صراع يعتبر هو عصب اي قصه حلوه. طول ما في صراع القصه تكون جميله وتشد المشاهد. شاطر جدا ان هو يحط المشاهد في حاله سسبنس ومستني ايه اللي هيحصل بس عن طريق محادثته. من اعظم المشاهد الافتتاحيه لكوينتين تارانتينو واللي بتبين قد ايه ان هو كاتب شاطر قوي في الحوار هو فيلم انجلاريوس باسترز. المشهد بيبتدي بدايه عاديه جدا لاسره في ريف فرنسا وعربيه جيش الماني بتقف، فانت كمشاهد هنا بتعرف ان الاحداث في الحرب العالميه الثانيه. وبيبدا بعدها الصراع ان الضابط الالماني هانس لاندا، او زي ما هو عرف نفسه وقال له ان هو اسم الشهره بتاعه صائد اليهود، وقت ما بيقول كده انت كمشاهد بتعرف ان في يهود مستخبيين تحت. لكن انت مشدود جدا للمحادثه اللي كلها كلام قد يبدو عادي، لكنه بين السطور بيقول كلام كتير جدا عن موضوع الصراع، وهو ان هو بيدور على اليهود علشان يعدمهم. If one were to determine what attribute the German people share with a beast, it would be the cunning and the predatory instinct of a hawk. But if one were to determine what attributes the Jews share with the beast, it would be that of the rat. زي مثلا لما بيقول ان هو لو هيشبه الالمان بحيوان فهيشبههم بالصقر، واليهود بالفئران، الفئران يعني. German soldier conducts a search of a house suspected of hiding Jews. Where does the hawk look? He looks in the barn, he looks in the attic, he looks everywhere he would hide. But there's so many places it would never occur to a hawk to hide. وبيكمل وبيقول انه عارف ان في ضباط المان جم فتشوا ما لقوش حاجه، لكنهم دوروا كصقور، زي الصقور يعني، في الاماكن اللي ممكن صقر يستخبى فيها زي الحظيره او السطوح. وانت هنا كمشاهد هتربط انه عارف ان اليهود مستخبيين فين، لانه ربطهم بتشبيه الفئران في الاول، واللي كان بيستخبوا عاده في القبو او تحت البيت. وقدر ان هو يحطك كمشاهد في حاله تنشن شديده جدا. حاله التنشن اللي انت بتتحط فيها دي بتتغير من مشهد للتاني، لكن الطريقه تقريبا واحده. زي مثلا المشهد بتاع Say What Again في فيلم بالب فيكشن. What? Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. وهو صامويل إل جاكسون بيتعامل مع ناس رايح يقتلهم بطريقه طبيعيه جدا وهاديه خالص، تبين لك في المشهد قد ايه ان في تنشن من الطلبه الواضح انهم they fucked with the wrong person، وجه دلوقتي وقت الحساب. عن طريق ان صامويل إل جاكسون بيقول فيرس من الانجيل بيتوعد فيه بصب العذاب، وفي الاخر بيضربوا نار. ودي حاجه تانية في كتابات تارانتينو، وهي التنشن ريليس. بعد ما بيحطك في ذروه السسبنس بيخرج التنشن ده، زي مثلا اللي حصل بعد المشهد الافتتاحي لانجلاريوس باسترز وفيلم بالب فيكشن وكيل بيل. تارانتينو كاتب عبقري، ودايما ما بين السطور وبين المشاهد في حاجات انت بتفهمها وانت بتتفرج، وقادر يخليك تكمل المشهد للنهايه. يعني مثلا في مشهد لما بيكتشف الضابط الالماني ان اللي قاعدين قدامه دول مش ضباط المان ولا حاجه، ودول جواسيس. النظره اللي بصها بعد ما طلب الجاسوس الامريكي 3 كوبايات بيره
ودي اللي بتكتشفها كمشاهد اصلا في وسط الحوار لما بيتغير تعبير وش الضابط الالماني، لكن لو ما خدتش بالك فبيخلي حد تاني يشرح، وساعتها هتفتكر على طول اشاره ايده الايقونيه ان الالمان بيشاوروا بالثلاثه بشكل غير اللي شاور بيه الجاسوس، وده اللي كشفه. ودي عبقريه كوينتين تارانتينو في الكتابه. هتعرف ان تغاي جليزا غير تغاي جليزا، دي الاشاره الالمانيه للثلاثه، انما دي اشاره ستيفن كاري لما بيجيب الثلاثيه، ودي الاشاره الامريكيه لثلاثه. حاجه كمان معلش بس في فيلم انجلاريز باستردز، لو انت كاتب هتكتب ازاي مشهد ان في واحد بيعرف ان في 3 جواسيس مستخبيين في الحفله وهو نازل يكشفهم؟ هتقولي والله عادي، يعني ممكن اكتب المشهد ان هو نزل يسالهم كده كام سؤال فلقاهم اتلخبطوا فقام قابض عليهم. ايوه، ما بس دي الطريقه الممله. ازاي بقى تخلي الاسئله دي ممتعه؟ تارانتينو بدا المشهد بملاحظه او نظره منه من فوق زي الصقر، فاكر؟ بينزل يسالهم عن اساميهم، واللي بيبان للمشاهد اللي بيشوف اول مره انه شك فيهم ونازل يكشفهم. Gorlami. Scusi, con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. E lei? Dominic De Coco. Com'è? Dominic De Coco. Bravo, bravo. هانس لاندا بقى بيسالهم وباين من لكنتهم انهم مش طليان، وبيبان قد ايه هو متمكن جدا في الطلياني. علشان كده لما اخر واحد اللي هو كان امريكي من اصول طليانيه بيقول اسمه فبيقول له برافو. من هنا بتعرف انه اصلا كان عارف من الاول. ازاي حد يتقال له برافو لما يقول اسمه؟ كوينتين تارانتينو مش بس هو كاتب شاطر قوي في كل الحاجات وكل الافلام اللي هو كتبها، انما كمان هو مخرج شاطر جدا وحرفي جدا، وليه السيجنتشرز بتاعته في كل الافلام واللي هتقدر تفرقها ما بين فيلم للتاني، زي مثلا الترانك شوت اللي هي من وجهه نظر حد مرمي في شنطه العربيه او من وجهه نظر حاجه في شنطه العربيه. مشاهد المسدسات الكتيره جدا واللي كله زي ما قلنا في ما بينهم ما بين بعضه صراع، فمنطقي جدا يمسكوا مسدسات على بعض يعني. ومش بس مسدسات، يعني ممكن يمسكوا اي اسلحه زي السيوف، زي في مشهد الايقوني في فيلم كيل بيل فوليوم 1. وطبعا الشيء بالشيء يذكر، فهنقول ان مشاهد الدم الكتيره جدا واللي بصراحه يعني انا معاك ان هي ساعات بتبقى اوفر جدا، وده بيدي احساس التنشن. فهتلاقي دايما في فايتس كتيره بالمسدسات وضرب نار بالعبيط وكمان بالسيف لو اضطرينا، يعني زي ما قلنا في فيلم كيل بيل. فيلم كيل بيل المشهد الايقوني بتاعه بتاع الضرب بالسيف، واللي هو بتلاقي بقى قطع غيار بني ادمين مترميه في قلب المكان ده. الرقابه قالت له والله بص يا باشا احنا مش هينفع نعرض الفيلم بكميه الدم الكتيره قوي دي، فاضطر بقى كوينتين تارانتينو ان هو يشوف حل معين للكلام ده، فعمل تقريبا نص الفايت بالابيض والاسود علشان الدم كان اوفر قوي لدرجه ان هو كان بينفر الناس انها تشوف الفيلم. حاجه كمان في فيلم كيل بيل ان هو استخدم الانمي الياباني في وصف الباك ستوري للقاتله اليابانيه اورين شي، وازاي اللي حصل لها خلاها واحده من الافاعي القاتله. مشاهد الرجلين، قاعد انت بقى كل ده مستني الرجلين يا نمس؟ ها والله انا مش عارف الناس زعلانه ليه من موضوع الرجلين ده. انت لو خدت رحله في رسائل الازرز هتلاقي فيه هبل في الرجلين يعني. الموسيقى بقى كمان في افلام تارانتينو مميزه جدا، زي المزيكا اللي كانت محطوطه نغمه لابوك زمان، دي اصلا الثيم بتاع كيل بيل فوليوم 1. وبانج بانج لنانسي سيناترا، Bang bang, he shot me down. Bang تشاك bang. بيري يو نيفر كان تيل اللي طبعا كانت في مشهد الرقص الايقوني في فيلم بالب فيكشن ورقصه جون ترافولتا مع اوما ثيرمان. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. اللي بالمناسبه على فكره كوينتين تارانتينو دخل في حرب مع شركه الانتاج اللي كانت ماضيه مع جون ترافولتا علشان تسيبه يعمل دور فينس فيجا في فيلم بالب فيكشن. عايز اقول لك بقى كمان اللي بيشتغل مع كوينتين تارانتينو مره بيشتغل معاه تاني، زي عمنا الليو. لا مش الليو ده، الليو دي كابري في فيلم جانجو اند تشين، والمشهد اللي خلاه يشتغل تاني في فيلم وانس ابون ا تايم ان هوليوود كبطل للفيلم الاخير لتارانتينو. واوما ثيرمان اللي شاركت مرتين في فيلم بالب فيكشن وكيل بيل، ولا كده 3 عشان في 2 كيل بيل، ما علينا. مايكل ماديسون اللي احسن ادواره تقريبا كانت في فيلم ريزرفوار دوجز. العبقري كريستوف فالدز اللي ظهر مرتين كانوا كفيلين ان هم يكسبوه الاوسكار مرتين عن دوره في فيلم انجلاريز باستردز وجانجو اند تشين. اما بقى اكتر واحد اشتغل معاه هو المذرفاكر صامويل ال جاكسون اللي اشتغل معاه في ترو رومانس، بالب فيكشن، جاكي براون، كيل بيل فوليوم 2، انجلاريز باستردز، جانجو اند تشيند وتحفته طبعا في الدور بتاعه، وذا هيتفول ايت. وهتلاقي تارانتينو هو شخصيا في معظم افلامه، بيموت مثلا في ريزرفوار دوجز، بينفجر في جانجو اند تشيند،
بيساعد ميا المقفوره في بالب فيكشن، ده غير ظهوره بقى في فيلم انجلاريوس باستردز وكيل بيل فوليوم 1 وانس ابون ا تايم ان هوليوود. بص عامه لو انت حد اصلا بيحب السينما فانت اكيد هتحب كوينتين تارانتينو، لان هو مش بس اتاثر باللي حواليه، لا هو جدد في جانرز كانت موجوده. يعني مثلا الفيلم بتاع جانجو انشيند هو عامل فيلم ويسترن، فيلم زي وايلد ويست، الفيلم اللي بيتكلم عن الغرب الوحشي لكنه واخده من وجهة نظر عبد اسود في الفترة دي. كوينتين شاطر قوي ان هو يعمل حاجات تحس ان انت شفت حاجات شبه كده لكن انت ما شفتهاش قبل كده. مش بس كمان كده، ان هو بيقول ان لما بيكون قدامك ممثل هو اكشلي مش بيمثل للكاميرات ومش بيمثل الحاجات دي كلها، هو بيمثل لكوينتين تارانتينو ذات نفسه، فهو بيستمتع بالموضوع ده. كوينتين تارانتينو قدر ان هو ياخد 2 اوسكار على فيلم بالب فيكشن وعلى جانجو انشيند، وبصراحه انا ارشح لك الفيلمين دول ان انت تشوفهم لانهم افلام حلوه قوي. لو انت بقى اصلا بتحب كوينتين تارانتينو قول لي تحت في الكومنتس انت بتحب اكتر فيلم ليه ايه. بالنسبه لي انا بصراحه اكتر فيلم بحبه ليه هو، لا انا مش هقول، هو بصراحه جانجو انشيند بصراحه، عشان انا بحب الفيلم ده. ولو في فيلم معين او مخرج معين عايزنا نتكلم عنه في الحلقات اللي جايه برضو اكتب لي تحت في الكومنتس حابب نتكلم على ايه. لو الحلقه عجبتك اعمل لايك للفيديو واعمل سبسكرايب عشان نفضل مكملين في المحتوى ده. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتفعل زر الجرس علشان يجي لك الحلقات الجديده اللي جايه. كنت معاكم انا محمود النجار، ولحد ما نلتقي المره اللي جايه خلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم. انا هسيب لك كده كام مشاهد للرجلين تمام في الاخر ماشي، بس خليك معايا يعني لو انت عايز حاجه زي كده خليك معايا. سيب لك كده كام مشهد للرجلين في الاخر بس ما تقولش لحد ما تخشش بقى على البنات على الرسائل الاذرز تقعد تقول لهم وريني رجلك وبتاع وانا بطاطا تحت رجليك. خليك محترم يعني. انا عارف ان كل حد فينا عنده فتش معين بس ايه يعني خليك محترم بس.